السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما وعدنا حضرتك في الفيديو الأولاني بتاع الجردل الأولاني، ده الجردل التاني يا جماعة، وده بيكون استخدامه أعلى شوية من التاني، وبيكون معاه الفرامل. ده بيزيد عن التاني يا جماعة الفرامل، وهنشرح لحضرتك الجردل كامل زي ما شرحنا الجردل الأولاني. ده بيزيد عليه الفرامل عشان اللي مش قادر يستخدم العصاية ويضغط عليها، الفرامل دي بتساعدك بتشغليها برجليكي، وهنشرح لحضرتك دلوقتي ازاي تستخدمي الجردل بتاعك. الشكل ده بنقول عليه الجردل الاوتوماتيك، وده حاجه محترمه جدا برضو. زي ما اتفقنا وقلنا شروطنا في الجردل الاولاني هنكون معانا برضو نفس الشروط في الجردل الثاني. طيب انا اهو زي ما قلنا ده الغيار ودي العصايه بتاعتي. طيب الجردل بتاعي اهو يا جماعه، هنفرجكم عليه بس. بالمناسبه دي ازازه معطر كده حضرتك بتحطيها كده، عادي تزودي معطر ولا حاجه في المايه بتاعتك. الجردل بتاعك بيكون بعجل عشان يكون سهل الحركه، تمام. ده الحله بتاعته ستانلس برضه زي ما قلنا، البلاستيك ماتيريال عالي زي ما قلت لحضرتك، حاجه بسم الله ما شاء الله. اللي بيزيد بقى على الجردل ده عن التاني الفرامل. الفرامل دي مهمه جدا في الجردل يا جماعه. الناس اللي هي مثلا مش قادره ان هي تضغط على العصايه بتاع العصار، تمام. هنركب برضه مع بعض دلوقتي ونجرب. نركب العصايه بتاعتنا بالشكل ده، ونركب برضه الغيار بتاعها. ودي بعد ما ركبنا العصاره بتاعتنا يا جماعه زي ما انتم شايفين، وقلنا بنقفل اللوك. طيب الاستخدام بقى عشان لو في حد مثلا ما بيقدرش يضغط على العصاره، بيكون الفرامل مع حضرتك بالشكل ده. تعصري بالطريقه دي في الجردل بتاعك زي ما حضرتك شايفه كده بالطريقه دي. والاستخدام ده حاجه بسيطه جدا، حاجه ماتيريال عالي جدا، حاجه امان جدا، استعمال كل شخص زي ما بيقول. ده تاني موديل معانا في الجردل الشبشوبه الدوار. شرحنا البسيط الاولاني، وشرحنا في فيديو تاني برضو الجردل التاني. معانا ان شاء الله باذن الله فيديو تالت للجردل التاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.